أهلا بحضراتكم من جديد. طبعا احنا بنعيش في عصر التكنولوجيا، هذا العصر اللي بيتطور بشكل سريع جدا. كل يوم بنصحى فيه بنفاجئ بأخبار عن تطبيقات جديدة، عن اختراعات بتنقل العالم لمرحلة مختلفة تماما. آه، طبعا التكنولوجيا دي أثرت فينا بشكل كبير، وخصوصا في أولادنا وفي شبابنا، لأنها متاحة للجميع. والأجيال الجديدة بتجيد التعامل وبتجيد استخدام التكنولوجيا بشكل فاق كل وصف. التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي في كتير أصبحوا بيعيشوا فيها أكتر ما بيعيشوا في واقعهم. أصبح عالم افتراضي بيقضوا فيه وقت كبير جدا، بيفصلهم عن واقعهم. في كتير من المتعاملين على وسائل التواصل الاجتماعي واللي بيستخدموا التكنولوجيا أصبحوا بيعانوا من إدمان التعامل مع وسائل التواصل وإدمان التكنولوجيا. في حالات مرضية كتير نتيجة للإفراط في التعامل وفي استخدام التكنولوجيا. هنتكلم تفصيليا عن كل هذه الأمور، وإزاي نحمي نفسنا ونحمي أولادنا من إن احنا نوصل لمرحلة الإدمان، وإيه هي إيجابيات وسلبيات وسائل التواصل الاجتماعي، إزاي ناخد الإيجابيات ونترك السلبيات. معانا الحقيقة خبيرة وحاصلة على درجة الدكتوراه في التسويق الإلكتروني، الدكتورة نجوان حسني، الخبير الأكاديمي في مجال الإعلام الإلكتروني والميديا الرقمية. أهلا بيكي، سعداء وجودك معنا النهاردة. اهلا وسهلا بحضرتك، واهلا وسهلا بالساده المشاهدين. وبحب في الاول احيي حضرتك واحيي قائمين على البرنامج لاختيار الموضوع ده تحديدا. يمكن ده موضوع شائك فعلا، وبيهم كل اسره مصريه، بيهم كل مواطن مصري، بيهم كل طفل، كل شاب، كل مراهق. لان احنا في عصر التكنولوجي والميديا الرقميه، الميديا الحديثه. احنا يمكن الجيل اللي عاش كل التطورات تقريبا. عشنا الجيل الثالث والجيل الرابع، والجيل الخامس دخل علينا بالفايف جي والسرعه الفائقه اللي احنا عايشينها. تسارع الحياه، تسارع المعلومات، فعلا كم هائل. يمكن احنا بنقول احنا بنعيش عصر الانفجار المعلوماتي من كتر المعلومات والداتا اللي بتوصلنا. فعلا احنا حقيقي يعني مغرمين بالميديا، اصبحنا مدمنين. للاسف احنا بدانا نقول عليها سموم رقميه. ليه سموم رقميه؟ لان احنا فعلا اصبحنا بنعيش في العالم الافتراضي اكتر ما بنعيش في العالم الواقعي. مظبوط. للاسف الحياه الافتراضيه اخدتنا معاها لفين احنا مش عارفين. يمكن من هنا نقول ادمان السوشيال ميديا. وده اللي انا عايزه اقف عنده. احنا ادمان السوشيال ميديا، يعني هل في مرحله بنوصل لها يقال عليها ان احنا خلاص اصبحنا مدمنين لوسائل التواصل الاجتماعي؟ بالفعل احنا اصبحنا مدمنين. لو هنتكلم بالارقام ونشوف قد ايه مواقع التواصل الاجتماعي دي اثرت علينا، عاوز اقول لك ان احنا حوالي 5 مليار شخص حول العالم بيستخدم السوشيال ميديا، في حين ان احنا عددنا على كوكب الكرة الارضية 8 مليار او ازيد، وفي تزايد طبعا. ده معناه ايه؟ معناه ان 62.5% من سكان العالم بيستخدموا السوشيال ميديا. لما جينا ندرس الموضوع بالدراسات اكدت ان حوالي 3 مليار مواطن على مستوى العالم بيستخدم مواقع التواصل الاجتماعي اللي هي الفيسبوك اللي هو اكثر انتشارا، وحوالي 2 مليار شخص بيستخدم اليوتيوب. مئات الملايين بتستخدم المواقع الاخرى اللي هي تويتر، واتساب، سناب شات، كل المواقع، تيك توك، كل الكلام ده اثبتته الدراسات فعلا ان في ملايين بيستخدموا الكلام دوت. طيب تعالي نتكلم كده عن الادمان الالكتروني. عدد قد ايه اللي هم بيدمنوا مواقع التواصل الاجتماعي او السوشيال ميديا عموما على مستوى العالم؟ 210 مليون شخص مدمن للسوشيال ميديا. حضرتك متخيله العدد قد ايه؟ للدرجه دي السوشيال ميديا دخلت حياتنا وادمناها فعلا. طب ايه شكل الادمان للسوشيال ميديا؟ عشان نقول بقى شكل الادمان، معنى ان انا مدمن ده ايه؟ معنى كلمه مدمن اللي هو الافراط بدون وعي وبدون هدف.
الى استخدام السوشيال ميديا، وهقول الاستخدام الغير مسؤول والغير موجه، استخدام عشوائي. انا بستخدمها بعشوائيه في حياتنا. للاسف اولادنا، اطفالنا، شبابنا، احنا الكبار استخدمناها بعشوائيه، اصبحنا سجناء مع مواقع التواصل الاجتماعي. بنبص في موبايلاتنا اكتر ما بنبص لاولادنا، بنقعد على موائد الطعام واحنا مش قاعدين. فعلا اختزلنا مشاعرنا، اختزلناها في رساله. ابوتنا اختزلناها في تويتر، امومتنا اختزلناها في تصوير لقطه مع اطفالنا، ويمكن اللقطه دي بتستغرق ثواني. حتى قعدنا على موائد الطعام اصبحنا بنسجلها لمجرد انا بسجل الطعام بتاعي واحطه على السوشيال ميديا عشان يبقى ترند. ترندات اخدتنا، احنا الكبار اخدتنا الترندات، ما بالك اطفالنا، ما بالك شبابنا. لما احنا نبقى القدوه، اولادنا هيتعلموا مننا ايه؟ اذا ايه العلاقات السبب طيب الاجتماعيه. اللي خلانا نستغل وسائل التواصل الاجتماعي بهذا الشكل؟ ما هو الادمان المفرط للحاجه دي، ايه اللي خلانا عدم وعينا، نستغرق كل هذا الوقت؟ عدم الوعي. عدم الوعي، مفيش وعي، مفيش وعي في الأسرة المصرية، مفيش وعي جوه المدرسة، مفيش وعي جوه الجامعات. بدأنا نستخدمها بشكل عشوائي، استخدمناها غلط، بينما احنا اللي كنا مستهدفين. طب احنا ما سألناش نفسنا ليه مواقع التواصل الاجتماعي او السوشيال ميديا دي ليه مجانية؟ عارفة ليه مجانية؟ اعرفي تماما ان اي منتج مش مدفوع ثمنه، اذا انت المنتج، انت المنتج اللي بتشتغل عليه مواقع التواصل الاجتماعي. ليه؟ انا موقع التواصل الاجتماعي دوت طول الوقت مجاني، متاح ليا في اي وقت. ليه؟ علشان هو بيكسب من خلالي، من خلال الاعلان الممول اللي هو بيبثهولي عبر السوشيال ميديا. بيقدر يحلل اهتماماتي. انا بدخل على السوشيال ميديا عارف انا بهتم بايه، في خوارزميات حديثه مؤهله ان هي تعرف ايه اهتماماتك، ايه ميولك، يبدا يبعت لك اعلان في نوتيفيكيشن. اصبحنا كمان احنا مدمنين، بدمن النوتيفيكيشن، كل شويه افتح متوتر عايزه اشوف النوتيفيكيشن ايه الجديد، ايه اللي حاصل. طب ما هي كل دي سموم رقميه عماله تتبثلي وانا منغمس ورا السوشيال ميديا دي، منغمس وراها. انا كمان اصبحت بعتمد على مواعيدي على الهاتف بتاعي. الهاتف بتاعي انا بخليه بيذكرني مواعيدي. هل ده صحيح؟ لا طبعا. انا في الحالة دي أنا فقدت قدرتي على التركيز إن أنا أفكر نفسي بمعادي، صح ولا لأ؟ أصبحت حتى الروابط الأسرية، الدفء الأسري افتقدناه تماما. ده كمان ظهر لي أمراض وظواهر اجتماعية جديدة. من ضمن الظواهر الأمراض الإلكترونية اللي هي ظهرت دي، عندنا ظاهرة التنمر الإلكتروني، عندنا ظاهرة التحرش الإلكتروني. كل ده ليه؟ عشان أنا خلف الشاشة أقدر أعمل كل حاجة مباحة. فطبعا الشباب استسهل، ايوه الشباب استسهل، ما عندوش القدره ان هو يواجه. في جرائم كتير جدا بتتم من خلال السوشيال ميديا. في امراض كمان انتشرت من خلال استخدام المفرط للسوشيال ميديا. عندنا متلازمه العين الجافه، عندي متلازمه الاصبع الذكي. انا طول النهار ماسك الموبايل مش شغال صباعين الاثنين، ده اسمه الاصبع الذكي. او شغال لو انا مثلا مبتدئ شغال بالصبع ده اسمه متلازمه الاصبع الذكي. بيحصل لي بعد كده تنميل فيه، اعصابي الطرفيه كلها باظت. عندي التهاب في العنق، في الالتهاب في الفقرات العنقيه. تمام. عندي ضعف يعني في النظر طول الوقت انا موطي. عندي ضغط على الفقرات، بالظبط، ضعف في النظر، عندي اعراض اكتئاب، عندي اعراض نفسيه عديده. كل دي امراض. ده غير ان انا مش مهتم باللي حواليا بقى، مش مهتم انا طبعا. مهتم بالعالم الافتراضي اللي انا عايش فيه. الروابط الاسريه خلاص اتفككت، مفيش علاقات اجتماعيه، بقيت سجين اسير جوه شاشه زرقاء، سواء موبايل، سواء لابتوب، سواء كمبيوتر. كل ده خلاني ابعد تماما عن العالم الواقعي اللي انا المفروض اصلا كنت انغمس فيه، وابدا ابدي انتاجات جديده او ابدا افكر ابتكر. خلاص بقى تفكيرنا سطحي للاسف، بقينا سطحيين محدود التفكير. فعلا فقدنا هويتنا، حتى هويتنا فقدناها من خلال الاخبار المغلوطه اللي بنسمعها وبنشوفها، وكمان فقدنا القدره على تحليلها من كتر الاخبار ومن كتر المعلومات. في تضارب في الاخبار، لا وكمان مش من مصادر مؤكده، يعني بتبقى فرصه لانتشار الشائعات والاكاذيب واللي على وسائل التواصل كله بيأيد وكله بيشجب. بالظبط، ايوه. وبالفعل كمان انا عندي انواع كتيره جدا للادمان. الادمان مش معناها السوشيال ميديا بس، انا عندي ادمان للسوشيال ميديا، عندي ادمان للمواقع الاباحيه، عندي ادمان للجيمز،
ادمان للتسويق. انا حتى التسوق بيتم من خلال الميديا الرقميه. بقيت اكسل امسك اولادي وانزل. فين الدفء الاسري لما اخد اولادي وانزل بيهم اجيب لهم طلباتهم احتياجاتهم؟ اصبحت بشوف اي حاجه على السوشيال ميديا اشتريها اونلاين في البيت تجيلي خلاص. فقدنا حتى الكلام مع اولادنا، فقدنا ذوقنا، الذوق المصري الجميل، ان انا ازاي اخد اولادي معايا، انمق لهم اختياراتهم، اعرفهم يعني ايه ان انا اظبط اختياراتي. كل ده احنا فقدناه. فعلا طمسنا هويتنا، طمسنا كل حاجه في حياتنا بسبب السوشيال ميديا. فاحنا لازم فعلا ننتبه لهذا الخطر الداهم. انا بقول عليه هو وباء الكتروني. طبعا هو خطر بيحطم شخصية الإنسان أكيد. وبيجعلها شخصية هشة، بيحطم الأسر، بيحطم المجتمعات. هي وسيلة كمان للحرب الإلكترونية، بالظبط. لاختراق العادات والتقاليد والقيم والمبادئنا والمبادئ. وهويتنا. طيب، امتى اعرف ان ابني او بنتي او مدمن. انا شخصيا مدمن انترنت؟ طبعا اكيد في علامات كتيره جدا بعرف من خلالها انا مدمن ازاي. اول حاجه انا بصحى من النوم. اول حاجه كنت بعملها اصحى من النوم بعمل ايه؟ بمسك موبايلي على طول اشوف بسرعه النوتيفيكيشن ايه، اشوف مين قال ايه، مين عمل ايه. انا اول وانس ان انا صحيت من نومي مسكت موبايلي فتحته، انا مدمن السوشيال ميديا. قبل ما انام ما اعرفش انام الا وانا على السرير ماسك الموبايل بتاعي قاعد عليه برضو بشوف ايه الاخبار، ايه النوتيفيكيشن. ده انا كده بالظبط انا مدمن سوشيال ميديا. لو انا بحس دايما بصداع، بأرق في النوم، باعراض اكتئاب، او انا على الموبايل بتاعي عشان اضيع فيه وقت، يعني اقول ايه ده الاسترس اللي انا فيه ده هيروح لما امسك الموبايل. طبعا ده معناه ان انا مدمن سوشيال ميديا. لو انا اخرت المهام بتاعتي، اخرت صلاتي عشان انا لسه بتابع، او هنزل بوست، او ان انا باخر ميعاد حتى الواجبات المدرسيه بتاعتي، او ميعاد مع زميل ليا، او ميعاد اسري بلغيه علشان انا ككبيره ممكن الغي ميعاد علشان انا في حاجه بتابعها، او بنزل البوست والبوست ما تحملش على السوشيال ميديا. لا، لازم البوست يتحمل ولازم اشوف النوتيفيكيشن بتاعي. لا، نزلت بوست لازم اعرف البوست ده جاب كام لايك. بعتمد على حالتي المزاجيه على البوست. لو انا نزلت بوست ولقيته ما حققش مشاهده، ايه ده؟ ليه؟ الناس زعلانه مني ولا ايه؟ ايه ده؟ ايه اللي حاصل؟ فانا لو انا استوقفتني الكلام ده كله يبقى انا فعلا مدمن سوشيال ميديا. ليه؟ انا معتمد على حالتي المزاجيه على موضوع السوشيال ميديا. يبقى انا كده هو فعلا مدمن سوشيال ميديا. كل دي اعراض بتوضح لي ان انا مدمن بالفعل سوشيال ميديا. انا عايزه اعرف ايجابيات وسائل التواصل الاجتماعي وازاي انا احسن استخدامها، ولو انا وصلت لمرحله الادمان ازاي اتخلص تمام، صح منها. كده. برضو حضرتك أثرتي يعني فعلا سؤال جوهري ومهم جدا. يمكن احنا بنقول أي حاجة أو أي تقنية حديثة لها مميزاتها وأكيد لها عيوبها، هي سلاح ذو حدين. بس الشطارة هنا إن أنا أستخدم السلاح اللي فعلا هينفعني واللي هستزيد منه واللي بالفعل هيوصلني لتجربة ناجحة، ما تبقاش تجربة تفشلني أو تخليني أصاب بأمراض يعني رقمية خطيرة. طيب تعالي نشوف كده ايه هي مميزاتها. السوشيال ميديا اكيد لها مميزات، او الانترنت عموما انا ممكن من خلاله، من خلال المنصات الالكترونيه المختلفه، ان انا استفيد منها واستزيد من المعلومات. ازاي؟ اول حاجه انا ممكن من خلال، يمكن احنا واجهنا جائحه كورونا من خلالها اتعلمنا ان احنا ممكن التعليم ما وقفش. صح، التعليم ما وقفش في المدارس، التعليم ما وقفش في الجامعات، المصحات ما وقفتش. لا، احنا كل حاجه اشتغلناها من خلال السوشيال ميديا. حتى البيانات، الاخبار بدانا نبثها من خلال السوشيال ميديا. التعليم عن بعد، التعلم عن بعد، دي اهم حاجه للسوشيال ميديا. ان انا ازاي اكون مثلا في القاهره احضر دوره تدريبيه في اسكندريه، او احضر دوره تدريبيه في اي بلد عربيه من خلال السوشيال ميديا او من خلال المنصات الالكترونيه المختلفه. انا مش لازم اسافر اي دوله عربيه عشان اخد دوره او كورس معين. انا ممكن كمان التعليم الجامعي عن بعد بيحصل الكلام ده. ممكن احصل على الماجستير او الدكتوراه، او احصل على دبلومه من خلال الانترنت، من خلال المنصات الالكترونيه. في الحاله دي انا استفدت من السوشيال ميديا.
ممكن استفيد من التجارب الناجحه في التسويق، ممكن اتعلم جرافيك، شغل الجرافيك، كل الحاجات دي ممكن ان انا ازاي اسوق لمنتجي، ازاي اتعلم مهاره جديده من خلال السوشيال ميديا، ازاي انا خريج جديد ما اقعدش في البيت واقول انا مش لاقي شغل. الشباب زمان كانت بتعاني ان هي مش لاقيه وظائف، كانت معتمده على الوظيفه الحكوميه. اصبحت القماشه مفتوحه، انا من خلال الميديا الرقميه، من خلال المنصات الالكترونيه، انا بقدر ابحث عن الوظيفه اللي انا محتاجها، ولو ما عنديش امكانيات الوظيفه دي انا ممكن استزيد من المعلومات ومن الخبرات واعرف مواصفات الوظيفه المطلوبه ايه، واستزيد من العلم بحيث ان انا ابقى مؤهل. من انا مش مؤهل الشهر ده، ممكن كمان شهرين، كمان 3 شهور، بتديني امل، بتديني دافع في الحياه، ان مع العلم كل حاجه هتحصل ان انا هحصل عليها. ازاي هحصل على الوظيفه دي؟ من خلال المنصات الالكترونيه. في الحاله دي انا استفيد من تجارب الاخرين في استخدام السوشيال ميديا، المنصات الالكترونيه، اتعلم فنون الكتابه، ممكن مهارات الكتابه. عندنا مهارات كتيره جدا، مهارات حياتيه كتيره جدا انا ممكن استزيد منها من خلال المنصات الالكترونيه. يمكن الدوله المصريه كمان مهتمه بالشق ده تحديدا، مهتمه بتمكين الشباب من خلال المنصات الالكترونيه، وبالفعل في يعني برامج كتير جدا لتاهيل الشباب للعمل. الدوله المصريه شاكره فعلا، منزله مواقع كتير جدا للشباب ان هم ازاي يستفيدوا من البرامج التدريبيه المدعمه والمبادرات اللي قامت بيها رئاسه الجمهوريه، زي مبادره بدايه. في مبادرات كتيره جدا فعلا احنا من خلال المنصات الالكترونيه بنتعلمها. تعالي نشوف مساوئها. مساوئها ايه لو انا استخدمتها غلط؟ في ظواهر كتيره، زي ما قلنا في الاول، التنمر الالكتروني. انا خلف الشاشه انا ممكن اعمل اي حاجه هعملها خلف الشاشه، ممكن اتنمر على زمايلي، ابدا الفاظ مش تمام ابدا ابثها، اعمل مواقع مزيفه، اعمل منصات الكترونيه ممكن موجهه انتحل شخصيات. فكل دي طبعا مش مستحب. طبعا هي فرصه لاعمال غير التحرش الالكتروني اللي ظهر مؤخرا، طبعا كل دي حاجات خارجه عن مجتمعاتنا، خارجه عن ثقافتنا. لا، احنا لازم نرجع للدفى والاسره المصريه وقيمنا ومبادئنا، وان احنا ازاي نوجه اولادنا للاستخدام الصحيح للسوشيال ميديا. واحنا يمكن بنعيش العصر اللي يعني احنا بنقول احنا في ال5G، القادم هيبقى ال6G. ال6G هتبقى تقنيه اعلى واعلى، وخطورتها على اولادنا هتبقى يعني مش مستحب ان احنا بقى نتكلم عنها دلوقتي. خلينا حتى في الجزئيه اللي احنا فيها حاليا، لان القادم اكيد هيبقى فيه تخوف كبير على شبابنا وعلى اولادنا اذا لم ندرك خطورة ما نحن فيه الآن من الإدمان الرقمي والسموم الرقمية. طبعا في كتير بيصنعوا محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي، في بعضها بناء ومفيد، وفي بعضها للأسف سيء وكمان ضد قيمنا، ضد القيم والمبادئ، وبيضعهم في موضع شفنا كتير يعني اتعرض للمساءلة القضائية واخدوا احكام شباب يعني ممكن مستقبلهم يكون افضل من كده بكتير. فاحنا برضو عايزين نوجه لشبابنا ان هم يحسنوا استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ويحسنوا المحتوى اللي بيبثوه من خلالها، ان دي امانه ودي مسؤوليه كبيره جدا لازم ان احنا نراعيها. لازم ننشر الوعي الرقمي من خلال مدارسنا، من خلال اسرنا. اي وعي بيتم الاول من الاسره المصريه. الاب والام من الاسره على فكره ما عندهاش قدره على السيطره على ابنائها في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، رغم ان الذكاء الاصطناعي يعني اتطور بشكل كبير جدا، وفي تطبيقات بتقدر تخلي الام والاب يعرفوا ايه وسائل التواصل الاجتماعي اللي اولادهم بيدخلوا عليها وشافوا ايه، في برامج تقنيه عاليه ويقدروا يقفلوا عليهم بعض المواقع الغير في برامج مراقبه يعني على فكره مناسبه لسنهم. في برامج مراقبه كبيره جدا. انا عايزاك توعي اولياء الامور في الجزئيه دي. هو انا المفروض انا كولي امر المفروض ان انا اتابع ابني من ان لاخر، هو بيتابع ايه، اقعد جنبه اشوفه بيعمل ايه المواقع اللي هو بيدخل فيها، اتناقش معاه، اتكلم معاه. لازم يكون في حوار ما بين الاب، ما بين الام، ما بين الطفل اللي معاهم، او ما بين الشاب.
اللغه العصريه بتاعتنا دي، ان انا طول الوقت قاعد مع موبايلي وانا نفسي ككبير بهمل ابني او بهمل بنتي، ما ينفعش. انا لازم اكون عيني على ابني. ابدا احط اللي هي البرامج، اللي هي برامج الحمايه. في برامج كتير حمايه انا ممكن من خلالها احمي اولادي من المواقع دي اول حاجه. تاني حاجه عندنا كمان ان انا اعرف كمان ابني بيروح فين ويجي منين، من خلال برضو بعض البرامج اللي ممكن بحملها، بحيث ان انا ابقى عارف ابني فين، ولو حصل لا قدر الله ابني اتعرض لاي حاجه انا بعرف من خلال التطبيق اللي انا محمله ابني موجود فين دلوقتي، ابني بيتابع ايه دلوقتي. كل دي برامج انا لازم اكون على وعي وعلى درايه بيها، ولازم اكون في ثقافه الحوار مع ابني. دوري في المدرسه المدرسين لازم من آن لاخر نبدا نوجه اولادنا، نوعيهم. برامج توعويه رقميه ضروري بثها من خلال مدارسنا، من خلال جامعاتنا، للعوده للهويه المصريه. احنا لو رجعنا لديننا ومبادئنا وقيمنا فعلا مش هنقدر ندخل على المواقع دي، لان ده هيكون سلوكيات. هو الموضوع موضوع سلوكيات، لازم اعالج الموضوع، يعني معالجه شامله. يمكن منظمه الصحه العالميه ارتأت ان انا علشان اعالج الادمان الالكتروني لازم اعالج علاج سلوكي، علاج اجتماعي، علاج تكنولوجي، وعلاج اقتصادي. ازاي؟ اول حاجه العلاج الاجتماعي ده اللي هو ان انا ابدا ادمج الشخص اللي هو مدمن للسوشيال ميديا، ادمجه مجتمعيا، ادمجه من خلال اصدقائه. ابدا اعمل زي الرحلات اللي هي بتاعت الاصدقاء، ان انا اغمسه في نشاطات اجتماعيه عديده. ويمكن هنقول القوه الناعمه بتاعتنا الرياضه هي فعلا علاج لاي حاجه غير سليمه. فعلا زي ما بنقول العقل السليم في الجسم السليم. لازم يبقى كل شاب او كل طفل لازم يكون له هوايه رياضيه. كل واحد له هوايه لازم يمارسها، سواء رياضه او رسم او فنون المختلفه. ده هيبعدنا شويه عن السوشيال ميديا. انا كولي امر انا ممكن الطفل من هو صغير ابدا اغلق موضوع اللي هو النوفيكيشن. انا من خلال السيتنج بتاع الموبايل ممكن بقدر اغلق النوفيكيشن دي هي اللي بتثير انتباهي كل شويه. لا، انا لازم ابدا اغلق الصوت. بالظبط الصوت. لا، الصوت ممكن الغي النوفيكيشن خالص، ما تجيش اصلا، ما تجيش. بدل ما كل شويه تجي لي نوفيكيشن طبعا بتشتتني. وانا بذاكر وانا بعمل اي حاجه هسمع تن هسيب اللي في ايديا وهشوف مين قال ايه، مين عمل ايه. وغير كده في برامج مختلفه، فانا كل شويه بتجيلي نوفيكيشن هفتح كام مره. ده بيخليني ادمن السوشيال ميديا. ده حل. برضو اظبط وقتي، ان انا وقتي ما بين هستخدم السوشيال ميديا دي قد ايه، مثلا تلت ساعه في اليوم، او تلت ساعه كل مثلا 6 ساعات، او كل تلت او 10 دقائق كل 4 ساعات. لازم انا اظبط الموضوع ده مع اولادي. لو هم اتعودوا على كده من وهم صغيرين هيكبروا هينشأوا على كده. لازم ينغمسوا في الحياه الاجتماعيه. ده العلاج اللي هو السلوكي. علاج نفسي، على فكره مش عيب ان انا استعين بمرشد نفسي، ان هو يقعد مع اولادي، او ان احنا او انا ككبير ممكن اتكلم مع المرشد النفسي انا اعمل ايه مع اولادي، استزيد من العلم عشان افيد اولادي او افيد الشباب اللي عندي. انا ككبير انا ممكن كمان انا نفسي استفيد. اعمل ايه؟ يعني زي ما بنقول اسالوا اهل الخبره. طبعا العلاج السلوكي ده مهم جدا. علاج تكنولوجي ان انا اوازن ما بين الحياه الواقعيه والحياه الافتراضيه. طيب سؤال مهم عايز اساله لك عن الذكاء الصناعي. احنا عايشين كل يوم والتاني بنفاجئ ان في تطور خطير. الذكاء الصناعي اصبح بيسيطر على العالم بالظبط، ويعني بيغير مجريات الامور بشكل رهيب. بالظبط. تاثيره على الميديا الرقميه ايه؟ بصي، هو موضوع الذكاء الاصطناعي AI يعني طفره، فعلا طفره غير مسبوقه احنا اتعرضنا لها، واحنا مطالبين ان احنا نتعايش مع تلك التقنيه، ولازم نسبق بخطوه. لازم دايما يبقى عندنا وعي وادراك ان احنا نسبق بخطوه. دخل الذكاء الاصطناعي على مواقع التواصل الاجتماعي، وشفناه في الفيسبوك، شفنا منصه الشات GPT، ودي كانت اعلى تقنيه كانت عاملاها الولايات المتحده الامريكيه، وشفنا استخدامنا ليها. وشفنا الصين حديث العالم كله التطبيق الجديد. طبعا ابهرت العالم الصين بالتطبيق الجديد ديب سيك، اللي هو اصلا يعني عايزه اقول لك يعني استخدموه بدايته كانت في 2023، يعني كان لسه تحت الانشاء، وفجأة لقيناه صاروخ الميديا في مجال الذكاء الاصطناعي. يمكن استخدم 14 تريليون رمز. طبعا ده
يعني رموز خطيره، كم كبير جدا من الرموز التقنيه العاليه جدا اللي من خلالها اقدر اي سؤال هساله له آنيا ولحظيا هيجاوبه لي. بينما الشات جي بي تي كان مستخدم قد ايه؟ 570 مليار رمز. شوفي الفرق قد ايه. رغم انهي اللي اقدم كان الشات جي بي تي، وكان الولايات المتحده الامريكيه بتتحدى العالم. هو الحقيقه اول ما نزل ابهر العالم ابهر العالم فعلا. في جديد، يبقى انا لازم اكون سابق بخطوه، لازم اكون عارف انا رايح على فين. الذكاء الاصطناعي بيكلمني بيكلمني لحظي، انا مش عارف اصلا مين اللي خلف الشاشات. وحصل لغط كبير جدا في الموضوع ده، وقيل يعني معلومات كتيره جدا ان لا دي في ناس اتسرقت افكارها، في ناس اخذوا افكارها وهو ده مش ذكاء اصطناعي، لا ده الموضوع اكبر من كده بكتير. في خطوره على عقولنا، في خطوره على عقول شبابنا. لا، فاحنا مطالبين ان احنا نتعامل مع الذكاء الاصطناعي اللي هو حلل بياناتنا تحليل دقيق جدا، بيلعب على بياناتنا. الخوارزميات الدقيقه والشرائح الدقيقه اللي دخلت على مواقع التواصل الاجتماعي بتعرف احنا مستهدفين ايه بالظبط، وتبدا تبثلنا الحاجات دي. عندنا كمان الذكاء الاصطناعي دخل في الطب والجراحه عن بعد. دخلنا في عصر السيارات اللي هي ماشيه من غير قائد، من غير قياده، والطائرات بدون طيار. والموضوع بقى اصبح والغواصات والموضوع لا يعني العالم بيدار بريموت كنترول، بكبسه زر واحده انا بعمل اي حاجه. فالموضوع بقى مستحيل فعلا ان انا ما اتعايش مع الموضوع ده. لازم اكون متعايش مع هذا التقدم وهذا التطور واكون قده، ولازم ادي روشته قويه لاولادي ان انا ازاي استخدم ده واوجه ده صح، وان انا استفيد من كل هذه التقنيه العاليه فيما هو نافع ومفيد. بالتأكيد يا رب. يعني كل أولياء الأمور اللي سامعيننا دلوقتي يكونوا استفادوا من كلامك وهيعيدوا حساباتهم مع أبنائهم ويستخدموا التطبيقات اللي من خلالها بيقدروا يتابعوهم. هي تفيدنا فعلا. لأن ده مهم جدا. الانترنت وما يعرض عليه بينتهك براءة وطفولة أولادنا الصغار. وده خطر داهم لابد ان احنا نكون مدركين له ونحاول نحمي اولادنا منه. يعني نعم هم بيبقوا متشبثين، احنا الطفل بيبقى صغير بجيب له الموبايل علشان اعرف اتواصل معاه، ومجرد ما بقى في ايده خلاص بيستبيح استخدامه في كل ما يتراءى له. كل الشكر ليكي ضيفتنا الدكتورة نجوان حسني، خبير أكاديمي في مجال الإعلام الإلكتروني والميديا الرقمية. شكرا جزيلا لك. شكرا لحضرتك يا فندم. شكرا. مشاهدينا الأعزاء، احنا كده بنكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم من برنامجنا صباحنا أحلى بإذن الله، علشان كان لينا حظ واتقابلنا فيه مع حضراتكم. كل الشكر ليكم على حسن متابعتكم. أرق تحياتي وأرق تحيات فريق العمل بالبرنامج. أترككم في رعاية الله وأمنه، وإلى اللقاء.